هل استشهد صالح الجعفراوي؟ بصراحة اسمعوا، أنا هذا الفيديو يعني ما مجهز له. شفت كم مقطع، اتأكدت من الموضوع، وهلأ يعني طالع أحكي عنه. طبعا صالح اللي ما بيعرفه كان صحفي بغزة، أكيد الكل بيعرفه، هلأ منتشر قصته إنه خلاص استشهد. طبعا الخبر صحيح 100%. أنا اتأكدت، يعني طلعت على الأخبار كذا، وللأسف استشهد. طبعا الله يرحمه ويجعله من أهل الجنة. طبعا بهذا الفيديو ما راح أحكي عن كتير أشياء، بس راح أحكي عنه، وما بعرف مدة الفيديو هذا كم راح يكون كمان. فليك قبل ما نبلش ما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان على القليل نوصل ل1000 مشترك قبل نهاية السنة. وطبعا كان ملاحظين انه ما عم بنزل عشان عندي خلص كم امتحان، بعدين راح نعطل لمدة اسبوع. فانتظروا انه حنزل لمدة او حنزل كل يوم بعد اسبوعين بالضبط. طبعا خلينا نرجع على موضوعنا اللي هو صالح اللي استشهد تقريبا من يومين. طبعا حاليا حفرجيكم الفيديو، حفرجيكم صورته للناس اللي ما بتعرفه. وطبعا حاليا خلينا نفوت على السريع بالفيديو. اليوم تلقينا كلنا خبر استشهاد بطل من أبطال الحقيقة، واللي هو صالح الجعفراوي. صالح ما كان مجرد صانع محتوى، بل كان صوت شجاع وصادق من قلب غزة. كان يوصل صوت الناس ومعاناتهم إلى العالم كله بكل إخلاص ومهنية، وبعد بابتسامة صادقة جميلة جدا ما لها مثيل. كلمات تعجز عن وصف حجم الخسارة، وفقدنا عدسة جريئة ما خافت أبدا أبدا ابدا من نقل الواقع. الله يرحمك يا صالح ويتقبلك من الشهداء الابرار، وبيبقى ارثك وصدقك علامة مضيئة عند الكل حرفيا والى اخر هذه الدنيا. ونسأل الله ان يرحم جميع شهداء غزة وان يلهمهم الصبر والسلوان. اليوم طبعا الناس ما شايفين، طبعا استشهد، ما بعرف هل استشهد بعد الهدنة او قبل الهدنة. صراحة هذا الشيء ما بعرفه، بس يعني احكوا لي بالتعليقات هل استشهد قبل او قبل الهدنة. لو استشهد بعد الهدنة معناتها هي ما اسمها هدنة، هي حيصير في غدر لبعدين من الخنازير. انا هذا الفيديو المفروض يعني كان المفروض ينزل غير فيديو، بس ما قدرت، قلت لازم ضروري ينزل الفيديو اليوم. طبعا شو اسمه اترحموا عليه طبعا، لانه كان يعني ينشر الاشياء اللي بتصير حرفيا كل يوم. طبعا شيء، اول شيء بيقهر، وثاني شيء بيفرح. تقول لي ايش اللي عم تحكيه يا زن؟ اللي بيقهر انه يعني خلاص يعني ودعنا، يعني بعد ما وصل صوت الناس اللي كانت بغزة. والشيء اللي بيفرح انه شهيد. ما بعرف، في ناس بتكون يعني زعل، اوكي الواحد بينقهر تمام، بس لازم تعرفوا الشهيد يعني معروف انه بالجنة، فلازم يعني تكونوا مبسوطين له انه على الاقلية مات شهيد. طبعا شيء بيقهر، انا عرفان انه بعد ما خلاص خلصت الحرب استشهد، بس يعني قضاء الله وقدره، فما فينا نحكي اكتر من هيك. طبعا في كمان فيديوهات عم تنتشر، فيديوهات قديمة له، لانه من قبل صارت في اشاعة انه هو استشهد. طبعا فرجيكم هاي الفيديوهات، طبعا هاي الفيديوهات كلها كذب، عم تنتشر فقط عشان يجيبوا مشاهدات. طبعا خلص عم بقول لكم الخبر يعني متأكد بنسبة 100% انه تم شو اسمه او استشهد صالح. ف رح افرجيكم الفيديوهات هاي. طبعا هاي الفيديوهات كلها فيك، كلها قديمة، فما تصدقوا اي شيء عم بتشوفوه بالنت. يعني الكل قاعد بيتصل فيا وبيسألني صالح استشهدت ولا لا، يعني بكلمكم من الجنة مثلا ولا ولا ايش الموضوع؟ لا يا جماعة خير، والله انا بخير، اموري تمام. شكله طلع اشاعة جديدة انه انا مستشهد. لا يا جماعة خير، الحمد لله رب العالمين، اموري تمام وصحي تمام. يعني الكل قاعد. طبعا زي ما شايفين هاي فيديو من الفيديوهات يعني جايب 61 ألف لايك، يعني مبين انه عم بحاول يجيب مشاهدات بنسبة 100%. طبعا ما تنشروا الاشاعات، خصوصا انه شخص يعني استشهد. فما حكي اكثر عن هذا الموضوع، الله يرحمه. وطبعا حاليا حفرجيكم كمان شغلي على السريع، انه الناس عم بتصدق اي شيء عم بتشوفه على النت، يعني حرفيا اي شيء. حفرجيكم هلا في مرة راحت على امريكا، وطبعا قالت انه الدولة تاعيتها مختفية صار لها 40 سنة، هيك شيء تخبيص حرفيا. رح فرجيكم الفيديو واثبتكم انه الاشياء اللي عم تطلع بالنت لازم تبحثوا عنها هل المصدر صح ولا لا. طلبتكم لا تصدقون اي شيء موجود بالانترنت، مو كل خبر صحيح. في خبر منتشر انه في وحده حرمه مسكوها بالمطار، كانت زي ما تقولون ضايعه، تنتمي لدوله ثانيه اسمها تورنزا، والدوله هذه ما هي موجوده بالخريطه. ويوم عرفت انه بامريكا سبحان الله توترت وخافت، بعدين اختفت. طبعا الكلام هذا كله بس موجود بالانترنت، ما في اي خبر رسمي.
ما في شخص رسمي تكلم بالموضوع هذا وقال انا شفت الحرمة هذه، كلها مقاطع فيديو بس موجودة بالانترنت. والقصة هذه ترى تكررت مرة ثانية، سمعتها من قبل بس بشكل مختلف. نفس الحكاية، في رجال لقوه باليابان من دولة ثانية مختلفة قريب من اسم الدولة هذه تورنزا، بعدين اختفى. الخبر هذا انتشر عند الغرب، بعدين الحين بدأ ينتشر عندنا، وصناع المحتوى للأسف قاعدين ينشرون الخبر هذا من دون أي مصدر موثوق. فعشان كذا يا أصدقائي، إذا شفتوا خبر زي كذا تأكدوا من المصادر بعدين تكلموا عنه. الحين قول لي، صدقت السالفة هذه؟ طبعا هلا حتقول لي انت شو دخل هاي القصة بقصة صالح؟ بدي افهمكم بس شغلة بسيطة قبل ما تنشر اي فيديو. انا متأكد انك حاب تنشر الفيديو فقط انك عشان تجيب مشاهدات. قبل ما تنشر الفيديو تأكد من المصدر، تأكد من المعلومة انها صح بنسبة 100%. يعني الفيديوهات اللي انتشرت من قبل عن صالح انه استشهد كانت كذب. هلا رجعت نفس الفيديوهات عم تنتشر كمان مرة ويقولوا انه ما استشهد. فيعني لو سمحتوا ما حدا ينشر اي شيء على السريع بدون ما يتأكد من المصدر. انا طبعا اطلعت على كم مكان يعني موثوق عشان اتأكد من هذا الموضوع. فلهيك يعني اتأكدوا دائما من المصادر، وانه الفيديوهات اللي عم بتشوفوها صح بنسبة 100%. عشان حرفيا نسبة 60 او 40% الاشياء اللي عم تنتشر يا ذكاء اصطناعي يا خلاص هيك الناس حابة بس تجيب مشاهدات. طبعا ما كان عندي شيء احكيه بهذا الفيديو، ما مرتب اي شيء حرفيا. الشيء الوحيد اللي بامكاني اقول لكم اياه من هذا الفيديو انه تاكدوا بس من انه الاشياء صح وما تنشروا الاشاعات. فلك حاليا ترحموا عليه بالتعليقات لصالح. فلك حاليا ما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. طبعا نفس ما قلت لكم ما راح اقدر انزل خلال هدول الكم يوم، عندي امتحان رياضيات وتاريخ والى اخره. فلك حاليا ما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، والقناه تاعيتي الثانيه تاعيت الجيمنج موجوده بالوصف. حاليا في امان الله.